أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. روي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. ما أروعها من كلمات. أما المقطع الأول فيتناول قضية تهم الناس جميعا، وهي همهم ليل نهار. هم الإنسان ليل نهار كيف يرضي هذا، كيف يدفع شر ذاك، كيف يتعامل مع هذا الناس اللي حوله، لأن الإنسان مجموعة من الحوائج، والحاجة لابد أن تتعلق بأحد من الناس، فهو يحتاج الطبيب، ويحتاج الخباز، ويحتاج المدير، ويحتاج الموظف، ويحتاج ابنه، ويحتاج زوجته، وهكذا عدد بلا نهاية. حاجة الإنسان بلا نهاية، كلها يحتاج. وبمقدار ما تتعدد هذه الحاجات تتعدد هموم الإنسان. أكو حاجات تتأخر، هناك حاجات تتعرقل، هناك حاجات ما تتحقق أصلا، فيبقى الإنسان يركض وراها. فالإنسان دائما عينه على الناس، عنده مشكلة ويا الناس، ويتمنى أنه جميع الناس يصبحون أصدقاء معه ومحبين له ومريدين له وعاطفين عليه ومتعاونين معه، يتمنى هالشيء. أمير المؤمنين عليه السلام يوضح طريق أسهل من كل ذلك. يقول صلوات الله عليه: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. البقية أنت لا تفكر به، أنت أصلح ما بينك وبين الله، والله يتكفل بصلاح أمرك مع الناس، اللي هي شغلة كلش معقدة ومشكلة ما تقدر عليها أنت، الله يتكفل. أكو كلمة جميلة مختصرة تلخص هذا: صانع وجها يكفيك الوجوه. وجه واحد، أنت تعامل مع وجه واحد، صانع ذلك الوجه، جامل ذلك الوجه، تقرب إلى ذلك الوجه وهو الله تبارك وتعالى. هذا يكفيك الوجوه كلها، يكفيك الخلق. فمن حرص على رضا الله تبارك وتعالى وأصلح ما بينه وبين الله، الله عز وجل يقول له الخلق علي، لأن الله مقلب القلوب بيده. يا مقلب القلوب، مو هيك نقول؟ الله مقلب القلوب، فهو الذي يقلب القلوب إلى يعطفها على الإنسان، أو والعياذ بالله يعكسها عن الإنسان. سيجي واحد يسأل: كيف أصلح ما بيني وبين الله؟ كل سهلة، جدا سهلة. الشريعة سهلة، الله تبارك وتعالى لم يكلفنا صعبا أبدا، كل تكليف صعب ماكو. وما تراه من أحاديث بعض الناس يستصعب التدين، يستصعب الالتزام، هذا مو واقعي، وهم، هذا متوهم. الدين الحقيقي كل صعوبة ما به. النبي صلى الله عليه وآله يقول: جئتكم بالشريعة السمحة السهلة البيضاء، الحنيفية البيضاء. النبي يقول هيك شيء. تقول خوش تجاوبني، تقول لي تعال شوف المتدينين، شوف أهل الله، مثل ما نقول العلماء والمتدينين عيشتهم صعبة، أنا ما أقدر هيك أعيش. هي هاي المشكلة. هنا المشكلة أن الناس بنائها أن هذا فلان هو يشخص الإسلام، وفلان هو الإسلام، وفلتان هو الإسلام. انظر إلى الأحكام الشرعية. هسه فلان هو ملتزم أكثر مما يجب عليه، أنت شو عليك؟ أكو متدينين ملتزمين يلزم نفسه بمستحبات وطرق معينة
أنت ما تقدر عليها، لا تتصور هو هذا الدين. مو تتصور أن هذا الناس مطالبة به جميعا. الناس مطالبة بالواجبات وترك المحرمات والسلام بس. هسه يجي واحد يلتزم أكثر من ذلك كيف هو بارك الله به، بس أنت لا تتعقد من عنده. يعني لا يكون موقفك من عنده تقول شوف ذولا أهل الدين شلون معقدين الدين على الناس. ما معقد الدين عليك. هو الرجال يريد يصير أبو صلاة ليل، أنت عليك؟ هو يريد يحتاط ما يأكل من كل جبن من كل لحم، هو كيف. لكن أنت ابحث عن تكليفك الشرعي. التكليف الشرعي للإنسان سهل جدا. تلخص هذه الرواية 3 أشياء: من أدى فرائض الله كان أورع الناس. مو بس ورع، أورع الناس. بس هي هاي ال5 أديها زين. من أدى ما عليه من مال الله عز وجل في ماله كان أسخى الناس. من ترك معاصي الله كان أتقى الناس. انتهى الموضوع. هذا سهل جدا. فإذا الإصلاح، إصلاح الإنسان نفسه ما بينه وبين الله عز وجل أمر متيسر للجميع. لا تتصور قضية للنخبة أبدا، للجميع، وسهل جدا. فإذا أصلح الإنسان أمره مع الله، صلاة مرتبة، حقوق مطلعها، حرام ما يرتكب، غيبة ما يستغيب، مرتب أموره ويا الله زين، ما عنده مشكلة. الله عز وجل يتكفل ببقية الأمور. العبارة الثانية مشابهة لها: ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنيا. اللي عينه على الآخرة يصلح الآخرة بعمل صالح، بتصرفات صحيحة، بالتزام. الله عز وجل يصلح أمر دينه. يقول له عفوا أمر دنياه، يقول له الدنيا علي، ما دام أنت مهتم بالآخرة أنا أهتم بدنياك وأصلح دنياك. وهاي الكلمة الأخيرة الجميلة الأخيرة الخاتمة: ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. شنو يعني كان له من نفسه واعظ؟ يعني عنده نفس أمارة بالسوء، يعني واعظه داخلي، مو إلا أجي أنا أحكي ويسمع، مو إلا أنا أقعد واحد يعظني. زين الوعظ الخارجي هذا زين، أسمع جيد أستفيد، بس إذا الإنسان ما عنده واعظ داخلي ما يفيد. من كان له من نفسه واعظ، يعني داخليا أنت عندك واعظ. كل ما تريد ترتكب خطأ أكو شيء داخلي يقول لك لا، قف عندك. النفس اللوامة نسميها. فلا أقسم بالنفس اللوامة، اللي هي الضمير الوجدان الحي الذي يحجز عن المعاصي. اللي عنده هذه الحالة أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اللي عنده واعظ من نفسه، عنده ضمير وجدان يقف ما بينه وبين الأخطاء والمعاصي، الله عز وجل يجعل له من عنده حافظا لحفظه. ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. الله عز وجل هو الذي يحفظه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أكو أكثر حفظا من الله عز وجل؟ أكو واحد يقدر يحفظنا في هذه الحياة من المشاكل والمخاطر أكثر من الخالق تبارك وتعالى؟ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن هذا طريق أمير المؤمنين عليه السلام. هنيئا لمن فهم هذا الكلام، وهنيئا لمن عمل بهذا الكلام. اللهم اجعلنا ممن يفهم ويعمل، واجعل عواقب أمورنا خيرا، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.